هو قبل كده انا كنت قلت لجمهور الزمالك ان الاوضاع في الزمالك حالكه السواد، بس دلوقتي الوضع في الزمالك دلوقتي تحس ان الناس رمت الفوطه. عارف انت لما يكون حد مثلا على سرير المرض وتحس ان هو في حاله من حالات الاستسلام، هو ده الوضع اللي تحسه موجود في الزمالك دلوقتي. الزمالك يوم ورا التاني كل شويه في غرامه بتيجي على الزمالك، وفي غرامات كمان لسه هتيجي على الزمالك. اخرها صلاح مصدق اللي فسخ عقده من طرف واحد. نفس اللي حاصل في صلاح مصدق بالحرف هو اللي حاصل مع يانيك فريرا. يانيك فريرا ليه 440 ألف دولار هو ومساعديه، فكان مدي برضه مهله لمسؤولي الزمالك. مسؤولي الزمالك المهله دي كان اخرها النهارده، وبالتالي من بكره هتلاقي الراجل اللي قدامكم ده بيتقدم بشكوى الى الفيفا عشان ياخد مستحقاته. 160 دي مستحقات جوميز اللي كان حصل عليها جدوله، كانوا 120، واتفقوا مسؤولي الزمالك مع جوميز ومساعديه ان يتم جدولتهم على 3 اشهر، كل شهر 40. ما دفعش الزمالك منهم لا اول قسط ولا ثاني قسط، فالراجل راح مقدم شكوى للفيفا، فاستحق ليه المبلغ هو ومساعديه زائد 40 ألف دولار غرامه، فبقى الاجمالي 160، زائد انه كريستيان جروس هو الاخر ليه 133 ألف دولار اتحكم له بيهم، فبقى ايقاف القيد عشان 5 قضايا، 3 بتوع مساعدي جوميز ورابعه بتاع جوميز والخمسه بتاع كريستيان جروس، باجمالي 293 ألف دولار، يعني 300 ألف دولار، يعني رقم المفروض الزمالك يقدر يدفعه. بس الزمالك طبعا ابيض على الابيض دلوقتي، مفيش اي فلوس، يا دوبك الفلوس اللي موجوده بيتم تسيير الاعمال بيها بتاعت مصاريف الفرق اللي موجوده في النادي، وعلى راسهم فرقه الكوره. الفكره مش في دول، يعني الفكره ده رقم يقدر الزمالك يوفره. هي المشكله في اللي جاي، المشكله في يانيك فريرا، المشكله في صلاح مصدق، المشكله لو جات لك حاجه زي بتاعه فرجاني ساسي بارقام بقى كبيره. هي دي المشاكل الحقيقيه اللي ممكن تودي الزمالك في مرحله تانية. المشكله في الانديه اللي انت تعاقدت مع لعيبه جديده السنه دي وما دفعت لهمش اي فلوس. المشكله في اللعيبه الاجانب اللي موجوده عندك، اللي على فكره في القريب العاجل ممكن تسمعوا حد فيهم كمان هو بيشتكي وبيفسخ عقده، ودول ما ياخدوش فلوسهم. فانت بعد ما كنت طلعت مطلع ودفعت فلوس كتيره جدا ورثتها من تركه سابقه محمله بديون ومصايب، فانت رايح في طريق ان انت ممكن تكون بتكرر الكلام ده، ممكن يكون بارقام اقل بس ماشي في نفس الطريق، ان يبقى في ديون تانية بتتراكم على الفريق وعلى النادي تحديدا يعني.